بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم استكمالا لشروحاتنا دائما فيما يخص مسابقة مشرف تربية. كنت يوم أمس قد تطرقت إلى نماذج خاصة بعلم النفس أو علم التربية أو علم الاجتماع. اليوم بإذن الله سوف أتطرق إلى موضوع الثقافة العامة مع إرفاق الإجابة النموذجية. ولمن يرغب بالاطلاع على الموضوع السابق سوف أضع لكم الفيديو أو رابط الفيديو السابق أسفل هذا المقطع. ابقوا معنا. من الظواهر البيئية التي لقيت اهتماما كبيرا على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة ظاهرة الاحتباس الحراري أو دفء المناخ، والذي تعرف أيضا بظاهرة تأثيرات البيت الزجاجي، وهي ظاهرة يمكن أن تقود كوكب الأرض إلى حافة الكارثة. المطلوب حرر موضوعا تتحدث فيه عن هذه الظاهرة أو عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مبرزا فيه أسباب هذه الظاهرة وآثارها على البيئة، مقترحا حلولا تراها مناسبة للحد من هذه الظاهرة. كان هذا موضوع الثقافة العامة. وبالنسبة لعناصر الإجابة النموذجية، لدينا المقدمة نعرف فيها الاحتباس الحراري. الأسباب أو أسباب هذه الظاهرة: انبعاث الغازات السامة في الطبقات الجوية من المصانع والسيارات وحرق النفايات، تقلص مساحات الغطاء النباتي، النشاط الصناعي، الاستغلال المفرط للطاقة الملوثة أو للطاقات الملوثة، عدم التزام الدول المصنعة بالاتفاقيات الدولية الخاصة البيئية، التوسع العمراني على حساب الغطاء النباتي. بالنسبة للآثار: ارتفاع درجة الحرارة، دفء المناخ، الكوارث الطبيعية، ذوبان الجليد في المناطق القطبية، تراجع الغطاء النباتي، تراجع النوع النباتي والحيواني وزيادة معدل اختفائها، اتساع ثقب الأوزون، تفشي بعض الأمراض. بالنسبة للحلول: لدينا احترام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، استغلال الطاقات النظيفة، الحفاظ على البيئة، التشجير، الحد من الانبعاثات الغازية، ومعالجة النفايات بالطرق الحديثة. كذلك الخاتمة. إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوع اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.